السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ميكاسا. كيف ما كنعرفوا بقى فقط يوم واحد على ضربة البداية كأس العالم قطر 2022، وغيدخلوا المنتخبات 32 غمار هذه المنافسة. ووسط المنتخبات كاينين المنتخبات العربية ديالنا الأربع: قطر والسعودية وتونس، بالإضافة للمنتخب الوطني المغربي. في الفيديو غادي نديروا نظرة خاطفة على المباريات الأربع الأولى في دور المجموعات ديال المنتخبات العربية. ولكن قبل ما نبداو ما تنساش تهبط لتحت وتفرق عليك لايك وسبسكرايب للقناة باش يوصلك أي جديد ديالي في هذا المونديال. ونبداو. إذا كيف ما قلنا من قبل أن ضربة البداية كأس العالم في قطر بقى لها فقط يوم واحد، وغادي نشوفوا مباريات نارية بحال أي نسخة من النسخ ديال كأس العالم. كيف ما قلت في فيديو التوقعات أن المهمة ديال المنتخبات العربية في هذه النسخة ما غاديش تكون سهلة. إلا فاتك الفيديو ديال التوقعات دخل تفرج فيه راه غادي يطلع لك الفوق. المنتخبات العربية غادي تكون المهمة ديالهم صعبة في المباريات الأولى ديال دور المجموعات، خصوصا المنتخبات تونس والسعودية اللي غادي يواجهوا كل من الدنمارك والأرجنتين تواليا، فيما المنتخب القطري غيفتتح البطولة بمواجهة إكوادور، والمنتخب المغربي غيواجه وصيف النسخة الماضية منتخب كرواتيا. نبداو بالمباراة الأولى بين قطر والإكوادور. هذه المباراة اللي غتكون هي المباراة الافتتاحية ديال كأس العالم قطر 2022، واللي غادي تكون في ملعب البيت، واللي غادي يفتتح بها منتخب قطر مشوار مشاركاته التاريخية في كأس العالم لأول مرة في تاريخه، واللي غادي تكون على الأرض ديالو. قطر اللي غادي يفتتح المونديال بمواجهة منتخب لاتيني اللي قوي بزاف واللي هو منتخب الإكوادور. قطر أمام حتمية الانتصار في هذه المباراة بحكم أنها أسهل مباراة على الورق فقط مقارنة بالمباراة ديال السنغال وهولندا. قطر بعد الانتصار في 4 مباريات ودية متتالية وبقيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز ولاعبين النجوم أمثال أكرم عفيف والمعز علي، غيدخل مباراته أمام منتخب الإكوادور بثقة عالية. غيلزمو فقط الثقة في الإمكانيات ديالو والثقة في القدرة على الانتصار، وانا كل ثقة أن منتخب قطر غادي يحقق الانتصار في هذه المقابلة هذه. كيف ما قلت قبل أن الانتصار واجب على منتخب قطر في رحلة مشواره للتأهل نحو ثمن النهائي مقابل المنتخب الإكوادوري واللي غادي يرجع لنهائيات كأس العالم بعد غياب في النسخة الماضية. غيحاول الظهور بوجه مشرف في هذه النسخة، خصوصا أن القرعة حطاته في مجموعة اللي قادر ينافس بها على أحد بطاقتي التأهل. الإكوادور وبقيادة المدرب الأرجنتيني الفارو وبجيل من لاعبين الشباب اللي اغلبهم كينشطوا في الولايات المتحده والمكسيك، غيحاول يفاجئ المنتخب القطري وسط ارضه وامام جماهيره، وقادر المنتخب الاكوادوري انه يديرها، خصوصا ان المنتخب الاكوادوري كيلعب هذه المنافسه هذه بدون اي ضغوط. عموما وكيف ما قلت ان هذه المباراه صعيبه بزاف على المنتخب القطري. المنتخب القطري قادر نعم انه ينتصر في هذه المقابله، ولكن في نفس الوقت يجب توقي الحذر وبشده امام منتخب الاكوادور اللي ماشي منتخب سهل ومنتخب اللي قوي بزاف. المباراه الثانيه للمنتخبات العربيه في هذه الجوله واللي هي في نظري اصعب مباراه للمنتخبات العربيه ماشي فقط في هذه الجوله وانما في المونديال كامل، وهي اللي غتجمع المنتخب السعودي بالمنتخب الارجنتيني المرشح الاول للقب. ماتش اللي صعيب بزاف الاخضر السعودي امام الرفقاء ديال ليونيل ميسي. صحيح ان المنتخب السعودي في الفتره الاخيره بقياده هيرفي رونار تحسن بزاف، ولكن الاقدار ما عقلاتش عليه وحطاته في مجموعه صعيبه كما قلت في الفيديو ديال التوقعات مع المنتخب الارجنتين كما قلت المرشح الاول للقب، ومنتخب بولندا والمنتخب المكسيكي. المنتخب السعودي في هذه المباراه غادي يحاول الخروج باقل الاضرار امام منتخب ارجنتيني اللي قوي بزاف، وعلى الاقل غيحاول يتعادل في هذه المقابله باش يخلي الحظوظ ديالو قائمه في المباراتين المقبلتين امام بولندا والمكسيك. اما الخساره بالنسبه للمنتخب السعودي اتعني بنسبه كبيره الخروج من البطوله من دور المجموعات. اما بالنسبه للمنتخب الارجنتيني، منتخب اللي بلا ما نحتاج نهضر عليه، منتخب اللي كيهضر على راسو براسو. الهدف ديال المنتخب الارجنتيني في هذه النسخه هو اللقب فقط ولا شيء غير اللقب. ميسي غيحاول يختتم المسيره ديالو مع المنتخب الارجنتيني بلقب كاس العالم، اللقب الوحيد اللي كينقصو في الخزانه ديالو. السعوديه كما قلت واجب عليها في هذا الانتصار تفادي الخساره من اجل الاستمرار في المنافسه على بطاقه التاهل لاخر جوله. المباراه الثالثه للمنتخبات العربيه واللي غادي تكون مباراه المنتخب التونسي امام المنتخب الدنماركي، وهذه المباراه غادي تجي مباشره بعد نهايه المباراه ديال المنتخب السعودي امام المنتخب الارجنتيني. مباراه اللي غادي تكون صعيبه بزاف على المنتخب التونسي امام المصنف العاشر عالميا وثالث اليورو في النسخه الاخيره. من سوء الحظ ديال المنتخب التونسي
ان المباراه الاولى جات في اختبار امام منتخب الدنمارك، منتخب اللي قوي وقوي بزاف. المنتخب التونسي واللي كيعاني بشده في مركز حراسه المرمى غيحاول بقياده المدرب التونسي جلال القدري وبقياده يوسف المساكني ووهبي الخزري انه يفاجئ المنتخب الدنماركي ويخرج مع الاقل بنقطه واحده اللي غادي تخلي الحظوظ ديالو قائمه في المباراتين ديال فرنسا وديال استراليا. في المقابل المنتخب الدنماركي واللي رشحته في فيديو التوقعات انه يكون هو الحصان الاسود ديال هذه البطوله هذه بقياده لاعبين امثال كريستنسن وإيريكسن والحارس شمايكل وسيمون كاير، منتخب اللي قوي وقوي بزاف، ورشحته انه يكون متصدر ديال هذه المجموعه هذه ومشي لادوار جد متقدمه وربما نصف النهائي او ربع النهائي على الاقل. صراحه المهمه ديال المنتخب التونسي صعيبه بزاف، ماشي فقط في المباراه ديالو امام الدنمارك وانما في المباراتين الاخرين امام استراليا وامام حامل اللقب المنتخب الفرنسي. الانتصار او التعادل بالنسبه للمنتخب التونسي امام الدنمارك يعني استمرار الحلم في التاهل دور الثمن النهائي، اما الخساره تعني بنسبه كبيره بزاف خروج المنتخب التونسي من دور المجموعات النسخه الثانيه على التوالي. المباراه الاخيره للمنتخبات العربيه في هذه الجوله واللي غادي تكون يوم الاربعاء واللي في نظري هي القمه ديال مباريات الجوله الاولى كاس العالم، واللي غادي تجمع المنتخب المغربي مع وصيف النسخه الماضيه المنتخب الكرواتي. هذه المباراه اللي غادي تكون صعيبه بزاف على المنتخبين بجوج وغادي تكون هي مفتاح التاهل بالنسبه للمنتخب المغربي وايضا المنتخب الكرواتي. المنتخب الوطني في الدوره هذه غادي يكون بوجه مخالف خصوصا بعد لم الشمل وعوده المستبعدين بحال زياش وحمد الله ونصير مزراوي. كنعتقد ان المباراه الوديه الاخيره امام المنتخب الجورجي وضحات الوليد الركراكي 11 لاعب اللي غادي يحملوا قميص المنتخب الوطني امام كرواتيا وربما في المباراتين الاخرين امام بلجيكا وكندا. المنتخب المغربي امام حتميه الانتصار في هذه المباراه باش نكونوا في وضع جيد في المباراتين المقبلتين امام بلجيكا وكندا. الخساره غادي تحطنا في وضع صعب خصوصا اننا غنواجهوا في المباراه الثانيه المرشح الاول من هذه المجموعه واللي هو المنتخب البلجيكي، وإلا عاودنا خسرنا في ديك المباراه غتعني رسميا المغادره من دور المجموعات النسخه الثانيه على التوالي. المنتخب المغربي الا بغى ينتصر في هذه المقابله خاصو يدخل تايق في الامكانيات ديالو وتايق في القدره ديالو على الانتصار في هذه المقابله، ويعرف انه لا فرق بينه وبين لاعبي المنتخب الكرواتي ويكون ند للند المنتخب كرواتيا داخل رقعه الميدان. مقابل المنتخب الكرواتي وبقياده لاعبين امثال لوكا مودريتش وايفان بيريسيتش، منتخب اللي قوي بزاف ومنتخب اللي متمرس في كاس العالم، وهو عارف ان المقابله امام المنتخب المغربي ما غاديش تكون مقابله سهله. القوه ديال المنتخب كرواتيا كتمثل في خط وسط الميدان ديالو بقياده لوكا مودريتش وايفان بيريسيتش وماتيو كوفاسيتش، ولكن في نفس الوقت نقطه الضعف ديالو متمثله في قلبي الدفاع ديالو لوفرين وفيدا، النقطه اللي واجب استغلالها من خط المقدمه ديال المنتخب الوطني زياش وبوفال ويوسف النصيري. كنظن ان على الاغلب هذه هي التشكيله اللي غادي يدخل بها وليد الركراكي للمباراه ديال كرواتيا، وخا صراحه كنفضل اقحام حمد الله اساسي واستبداله بيوسف النصيري اولي تشديره في حوالي الدقيقه 60 او الدقيقه 70. كما قلت في الاول المقابله ديال كرواتيا هي مفتاح التاهل والدور الثاني، الانتصار غيحطنا في وضعيه ممتازه قبل المباراه امام بلجيكا، الخساره غادي تحطنا في وضع سيء خصوصا كيف ما قلت من قبل ان المباراه الثانيه امام المرشح الاول للمرور من هذه المجموعه المنتخب البلجيكي. اذا كانت هذه نظره خاطفه على المباريات الاولى ديال المنتخبات العربيه في دور المجموعات. هادو هما التوقعات ديالي للنتائج ديال المنتخبات العربيه في مبارياتهم الاولى. بالتوفيق لجميع المنتخبات ديالنا العربيه، وهادشي اللي كان في هذا الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد. تهلاو.